السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كنت ديجا بديت واحد السلسله ديال كيفاش كنت كنوجد كل ماده في الباك، ودابا جا التور ديال كيفاش كنت كنقرا لونغلي. هذه تقريبا يمكن شي 5 شهور ولا 6 شهور ما حطيتش شي فيديو ياك. اخر فيديو كنت حطيته في شهر جوج. غبرت كانوا عندي بزاف ديال الامور اللي مهمه صراحه خصنا نركز عليهم. واحد الاكسبيريونس اللي مليئه بالمغامرات وقصه طويله بزاف. المهم نعاودها لكم من بعد حيت غتنفعكم. ما نقدرش نقولها دابا حتى من بعد حتى غبرت. كاين ما كانش عندي الوقت نحط لكم شي فيديو ولا شي حاجه زعما. كنت باغي نحط لكم بزاف ديال الفيديو اللي ينفعوكم، ولكن ما كانش صراحه عندي الوقت. بحال ديك الحاجه اللي كنت خصني نركز عليها ما كايناش كانت هذيك هي الفرصه الاخيره حتى كنت خصني نعطي التركيز ديالي كامل. اول حاجه خصكم تعرفوها هي ان اللونجلي واحد الماده اللي سهله بزاف ياكم، وكتحط الامتحان الوطني سهله. غير خص بنادم يعرف كيفاش يبريباريها مزيان ويركز على الحوايج اللي مهمه وحيد عليهم دوك الافكار ديال نخليها حتى السيمانه الاخرى ولا حتى الشهر الاخر عاد نوض نوجد ليها انا. وكاين شي وحدين كيقولوا ندوز انا النيفو ديالي مزيان في اللونجلي فغنمشي ندوزها غير بثقافه عامه. هي كما قلت ماده اللي سهله بزاف، ولكن حتى هي راه بخبيزتها. فيها بزاف ديال الديتاي، فيها بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتحفظوا اللي خصهم يتفهموا. شي دروس ما عندكش خصك تفهم مزيان وتضبطهم مزيان كيكونوا صعابين. فداك الشيء ما كنظنش ان شي واحد يقدر يديرو في السيمانه الاخرى ولا يقدر، ولكن كيبقاو غير دي زيكسيبسيون اللي ما نقدروش نبنيو عليهم شي حاجه ياك. الاحسن بنادم بداها من الاول ويبقى يقراها جوج المرات ولا مره في السيمانه. انا هكذا كنت كندير، كنت كنحاول انني في السيمانه ديالي نقراها جوج المرات. شي مرات ما كنقدرش كنديرها غير مره واحده، شي مرات كاع. المهم كنحاول نقراها نبداها من الاول ونضبط كل حاجه بشويه عليا. انا ما كيعجبنيش نخدم في الضغط كاع. واضافه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وكنت غنسى نقولها هي ان اذا كنتي كتشوف النيفو ديالك ضعيف في اللونجلي فخصك تلقى الحل لهاد المشكله. خصك تطور من اللغه ديالك، تطور من النيفو ديالك، بحيث غيدير لك مشاكل بزاف وانت كتبريباري لهاد الماده في الباك. باش تكون مرتاح خص النيفو ديالك يكون متوسط. انا هكذا كان النيفو ديالي متوسط فما لقيتش مشاكل. كنت غير كنحاول نقرا داكشي اللي جديد عليا وصافي. اول حاجه كنت كنديرها هي كنفهم الدروس ديالي مزيان، كنحاول نضبطهم. ما كنخليش شي حاجه عندي فيها شي مشكل هكذا نخليها عليا تراكم، لا. كنحاول نضبطها في ديك الحصه. من ما فهمت شي حاجه كنمشي عند الاستاذ في اخر الحصه شرح لي هذه. ما كنخليش داكشي يتراكم عليا. انا بالنسبه ليا كنت كنفهم الدروس ديالي كامل، الاغلبيه كنفهمهم عند الاستاذ جانا. كان كيشرح مزيان كيبسط لنا الامور، ما كيعقدش داكشي فما كنتش كنضطر انني نمشي نفهم شي بلاصه اخرى كان هو اصلا كيشرح مزيان فكنت كنكتفي به غير هو. ولكن انا ما كنتش كتفهم عند الاستاذ ديالك فعطى الله يوتيوب تفهم عنده. من بعد كل درس من كنشوف انني فهمته وضبطته وعرفت اش كيهضر كنمشي كندوز ندير له ريزومي ديالو داك الريزومي الا كانت مثلا داك الدرس عباره عن فوكابولري ولا اكسبريشن شي حاجه د الحفاظه كنحطهم تمايا باش ملي نجي نحفظ نراجع داكشي اللي غنحفظ كنلقاه تما شي حاجه ديال الفهامه كنحطها في داك الريزومي خاصه بكل درس، وكنحطها في واحد المرتب باش نلقى السهوله باش نوصل لكل درس من نجي نراجعو، ويكون داكشي منظم ومرتب. عكس الدفتر كيكون فيه بزاف ديال الهضره وبزاف ديال الوراق، وانت ملي غتجي تراجع غتلقى داكشي كتير وغتخربق وصافي. انت ملي كتجي تراجع الدروس ديالك خصك داكشي يكون منظم ومرتب، وداكشي اللي غتحتاج بكل درس داكشي المهم. وموراها كنت كنمشي كنخدم لي زيكزارسيس اللي عطانا البروف وصافي. ما كنتش كنمشي زعما نقلب في شي مصدر اخر ولا لا. كنت كنمشي نخدم غير دوك لي زيكزارسيس بارك عليا. كنفهم الدروس ديالي وكندوز باش زعما كنوجد الامتحانات العاديه اللي كندوزو في الاول. داكشي كان كافي بالنسبه لي انا. ولكن كاين اللي كيبغي يخدم دي زيكزارسيس ماشي كتوبه فممكن على حسب نتايا. الا باغي تزيد تشوف دي زيكزارسيس اخرين فقلب في مصادر اخرى بحيث انا ما عارف صراحه. ودابا غندوزو لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف وعندها علاقه برايتين. كيفاش نتعلمو نكتبو، كيفاش نطورو من الكتابه ديالنا. هادو هما التساؤلات اللي كنطلعو مثلا الباك كيكونوا عندنا على رايتين كنكونوا خايفين منه. فانا غنشارك معكم واحد الطريقه كنت كنديرها وصراحه لقيت نتائج من بعد مزيانين. خصكم تعرفوا ان في رايتين كاين بزاف ديال الدروس. كيفاش نكتب واحد الباراغراف، كيفاش نكتب واحد اللتر، كيفاش نكتب واحد ستوري. كاين بزاف
لنفترض دابا مثلا الاستاذ دار معنا في واحد الحصه كيفاش نتعلموا نكتبوا واحد الباراغراف، شرحنا داكشي اللي كنحتاجو ياك. شنو كنمشي ندير انا في الاخر ديال الحصه؟ كنمشي عنده المكتب، ماشي زعما المهم قبل ما تسالي شي الحصه كنمشي عنده المكتب ديالو، كنقول له انا بغيت نكتب مثلا واحد الباراغراف ياك، ولكن ما عرفتش علاش نكتب، ممكن تقترح عليا شي موضوع، والحصه الجايه نجيب لك داكشي اللي كتبت وتصحوا لي. بهذا التصرف هذا اللي درتي دابا فكتبين الاستاذ ان راك مهتم بهذه الماده ياك، وباغي دير فيها مجهود، فحتى هو غيدير معاك مجهود، ماشي غيمشي يجري عليك ولا يقمعك، لا. فهذا هو يعني علاش ملي التلاميذ كيخافوا يمشيو يهضروا مع الاساتذه هكذا زعما مباشره، كيبقاو يخافوا لا يمشي يقمعوهم، ولا خاصك تكون ديك السنتاحه ما تحشمش. هذاك هو الواجب ديالو اصلا تما، يعطيك داك يقريك ويعلمك. فبغيتي شي حاجه اضافيه من داكشي اللي كيعطيك خصك تمشي نتا عنده، ماشي تسنى هو يعطيها لك. هو راه كيعطيك غير داكشي الاساسي اللي ضروري خصو يعطيه لك. بغيتي شي حاجه اضافيه انت تمشي عنده. صافي بقينا هكذا كل حصه، مثلا حصه كيدير معنا فيها رايتين، كنمشي كان عنده كنقول له عطيني شي موضوع نكتب عليه. الحصه الجايه كنمشي نجيب له داكشي يصحوني. وهو براسو يعني من بعد ما جبت له المره الاولى قال لي نتايا، هو قالها لي، قال لي نتايا من جيت عندي ديك الحصه ياك طلب مني شي موضوع، فعرفت انك مهتم بهذه الماده وباغي دير مجهود، فحتى انا غندير معاك المجهود ديالي. فهمتوا؟ قال لي انا نقدر دابا هادشي اللي جبتي لي دابا نقراه لك صافي زعما ونشوف ندوز بعيني عليه ونقول لك صافي سير راه مزيان، ولكن لا، قال لي انا غنعلمك كيفاش تكتب، غنعلم اغلاط اللي كدير غنصحم لك ياك، شي تعبير ما عجبنيش غنقول لك دير هذا بلاصتو، اني غنعلمك يعني كيفاش تكتب، نعطيك لي زاستي. صافي بقينا هكذا كل مره، ولاحظت انني بديت يعني كنتعلم بزاف ديال الحوايج عندهم علاقه برايتين. تطورت في الاسلوب ديال الكتابه، يعني كل مره كنتطور فيه، كنتعلم شي حوايج جداد. وفي الاخر يعني لقيت راسي انني صافي وليت مزيان في الرايتين، داك الخوف منه مشى، وتعلمت بزاف ديال الحوايج ولي زاستيوس وداك الشيء. فدابا غنشارك معكم شي حاجه خصكم تعرفوهم على رايتين ياك. رايتين راه ملي كيجي الاستاذ يصح لك داك الشيء، راه عنده باريم كيعطي لك باش يعطيك نقطه كامله. كاين نقطه على السلامه ديال الخط ديالك، يعني يكون خط واضح يعني كتب مزيان ياك، ما خارجش على الموضوع، يعني راك في الموضوع يعني ما خرجتيش عليه. انك مثلا كتحترم لي بونكتواسيون، كدير نقطه، كدير فاصله، كدير جوج نقط، تهادشي عليه نقاط. انك تحترم يعني ليسباس ما بين كل باراغراف، ما بين كل فقره ياك. زائد السلامه ديال اللغه ديالك، ما كديرش الاغلاط، وانك ما كتبلوش تما بزاف، يعني ما كتبلوش تما جريده، لا. شو هو كان الاستاذ ديالي كان قال لي ان ما خصكش تكتب بزاف، كتب داكشي مختصر، يعني هذاك الشيء اللي خصك تكتب، ما تكثرش، ما تبقاش دير في الديتاي داك التخربيق. كل ما كثرتي كل ما درتي اغلاط بزاف. هادشي اللي كنت كنقول لكم قبل، فكنت كنديرو يعني من شهر 9 حتى هكذا شهر 4. في الوسط ديال شهر 4 صافي، يعني من يوصل يعني شهر 4 انا كنت ضابط الامور ديالي كامله، خدمه يعني الكثيره محيده عليا، صافي ساليت يعني ضبط الدروس ديالي، فاهم، خادم لي زيكزارسيس. صافي ضبطت رايتين، تعلمت بزاف ديال الحوايج فيها، صافي الخدمه يعني الكثيره حيدتها عليا. دابا غندوزو للمرحله الاخيره في البريباراسيون ديال هاد الماده، هي اننا نمشيو نخدمو الوطنيات. انا بالنسبه ليا الوطنيات تمشي تخدم ديال الادب وديال العلمي، فبلا ما تدخلوا على ما تقولوا كيفاش كفاه الوقت يخدم هادشي راه بزاف ديال الوطنيات وديال الادب وديال العلمي، راه ما يمكنش. شنو كنت كندير انا؟ كل وطني كنمشي نخدم غير البارتي ديال لانجويج. كان عندنا ثلاثه ديال لي بارتي، كاينه كومبريهنشن، لانجويج، رايتين. رايتين انا اصلا ديجا ضابطها، فما محتاجش نخدمها في الوطنيات. بقات لي غير البارتي ديال لانجويج اللي غنمشي نخدمها في كل يعني وطني، هكذا بقيت غالي ديال الادب وديال العلمي. وكفاني الوقت، بحيث اصلا يعني ديك البارتي ما كتاخذش منك بزاف ديال الوقت. فمثلا في النهار ديالك تقدر تخدم 3 ولا 4 الوطنيات، الا مشيتي كتخدم غير ديك البارتي ديال لانجويج وصافي. دابا غندوزو البارتي ديال كومبريهنشن اللي كيعطونا فيها النص ياك، وبعد الاسئله. انا هاد البارتي ما مشيتش زعما نخدمها في الامتحانات الوطنيه، ما كانش عندي الوقت، بحرا خدمت داكشي اللي كان عندي صافي. وكان عندي حوايج مهمه نتكافى معاها، فحتى ما خدمتهاش. فالا بغيتي تخدمها خدمه، ولكن ما كنظنش تضيع فيها غير الوقت وصافي. فهذه انا اصلا ديجا ضابطها يعني من الامتحانات اللي كندوزو قبل، ومن داكشي اللي كان كيقولنا الاستاذ ديالنا كيفاش تتعاملوا مع هاد البارتي هادي. فهاد البارتي هادي الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم تنفعكم، هي ان ملي تكونوا كتجاوبوا عليها ماشي كتحتاج زعما واحد النيفو واعر في اللونجلي باش تجاوبوا عليها، لا، كتحتاج غير خصك كيفاش تعرف كيفاش تتصرف مع داك النص وصافي باش تجاوب عليها. شنو كنديروا؟ كنقراو الاسئله ديالنا الاول،
عاد كندوزو للنص، ماشي كنقراو النص عاد كندوزو الاسئله، كان واحد الفرق كبير. ملي كنقراو الاسئله ديالنا وكندوزو النص فكنكونوا عارفين فين خصنا نوصلوا، كنبقاو نقراو بواحد الهدف. يعني مثلا انت قريتي السؤال ديالك غندوز النص نقرا، فملي كتبدا تقرا فكتلقى داك الجواب ديال السؤال ديالك، كتمشي كتحطو ديريكت، ما كتضيعش الوقت ياك، كتبقى هكذا غادي كتسالي الاسئله ديالك. ماشي بحال ملي كتقرا النص ديالك الاول عاد كدوز الاسئله، كاين واحد الفرق. هاد الميت الثانيه كتضيع الوقت، النص كيكون فيه بزاف ديال الهضره ياك، وكتقراه ودوز الاسئله، ويقدر انك تعاود ترجع تقراه مره اخرى باش تلقى الجواب ديال داك السؤال. يعني كتضيع الوقت، ماشي بحال ملي كتقرا السؤال ديالك عاد كدوز النص. فالاولى كتكون كتقرا بواحد الهدف، والثانيه كتكون كتقرا بلا هدف وكتضيع لك الوقت. دابا غندوزو كيفاش كنت يعني كيفاش نظمت الوقت ديالي في الامتحان زعما ديك جوج سوايع. دابا عندنا جوج سوايع ياكو، وعندنا ثلاثه ديال لي بارتي: comprehension language writing. شنو درت انا؟ وهكذا كان البروف كان قالنا ودرت بحاله، يعني كما قالنا ساعه ونص غتخليوها رايتين، نص ساعه غديروا فيها comprehension و language. كان هادشي اللي قلت لكم دابا بالنسبه لواحد الشخص اللي ضابط الماده ديالو مزيان وعارف القوالب ولي زاستيوس المهم عين الا نزل على ورقه غيطحنها ياك. هادشي كما قلت بالنسبه لواحد الشخص اللي ضابط الماده ديالو مزيان ياك. وبالنسبه لشي واحد زعما النيفو ديالو متوسط، ف 45 دقيقه هكذا البارتي ديال لانجويج ديال كومبريهنشن، و ساعه 15 دقيقه خليها رايتين ياك. هكذا يعني بنادم خصو كيفاش يدير على حسب النيفو ديالو باش ما يلقاش مشاكل من بعد، ويعطي كل بارتي حق ديالها. وحتى انا هكذاك درت تقريبا يمكن درت في البارتي ديال لانجويج وديال كومبريهنشن درت شي 35 دقيقه ولا نص ساعه، ما عقلتش بالضبط. المهم ما تعطلتش فيها بزاف حيت ديجا ضابطهم وما كانش عندي فيهم شي مشاكل. بقات لي ساعه ونص درت فيها داكشي ديال رايتين، حيت رايتين كياخذ الوقت، بحال تلقى الافكار، بحال تكتب داكشي في الوساخ تجمع الافكار ديالك. هادشي هاد الفكره زوينه نخلي هاد الفكره لا سميتو عاوتاني ترجع تكتب داكشي منظم. يعني كتاخذ الوقت بحال يعني ساعه ونص كافيها ولا ساعه 15 دقيقه. المهم خصها تاخذ شاد الوقت يعني كبير شي شويه. ودابا هادشي كامل اللي كنت كنقول راه عطا واحد النتيجه اللي واعره بزاف صراحه، واللي هي 19.75. على حال نجيبها 20 غير واحد السؤال شنو تكنزل عليك شي غباء، ما عرفتش واش ما كتركاش ولا كينزل عليك غباء ولا ما عرفتش. واحد السؤال كان عندي صحيح، انا ماشي شنو دخلني الشك، هو يعني اكثر ما هو ساهل كيدخل لك الشك، فهمتي؟ وانا مشيت درت الجواب بالغلط وتما مشات لي 0.25. اما انا غنجيب 20، فهمتوا؟ مي عادي نقطه كتبقى واعره صراحه، وهي اللي يعني على حسب المجهود اللي درت كتناسبو. يعني خديت نقطه كامله في رايتين، نقطه كامله في كومبريهنشن، غير في اللانجويج غلطت تما صافي. لان هادشي كامل اللي كنت كنقول راه هو اللي خصو يدار نورمالمون، زعما الواحد اللي بغى يجيب نقطه زعما واعره في اللونجلي. صافي عييت بالهضره من الصباح وانا نهضر عييت. شنو صافي شاركت معكم داكشي كامل اللي كنعرف على هذه الماده، كيفاش كنت كندير باش نبريباري لها وكيفاش جبت نقطه مزيانه. هادشي زعما صافي شاركت معكم كلشي. دابا غنقول لكم بسلامه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.